لا 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 الحق السيد هذا بحوايج الخدمه متابعينا الكرام، بحوايج الخدمه عبد الحق كينقذ هذه الشابه، وإلا كانت هي اليوم على قيد الحياه فراه بسبب ديال هذا السيد هذا. دار شي تفيقات على هذا السيد، شي تفيقات. تحيه ليك عبد الحق، جيتي من الخدمه ياك خويا، من الخدمه. اذا هادو هما الرجال اللي كيستحقوا انهم يكونوا في صفوف رجال الوقايه المدنيه. هذا كيدير لله. اذا هادو هما الرجال، يعني عامل ديال النظافه. اذا كيف ما تلاحظوا في هذه اللحظه يعني لحظه شكر وعرفان من رجل ديال الوقايه المدنيه لهذا الشاب عبد الحق. مباشره معكم من هنا من كورنيش اموني بمدينه عاش، فيه شابه رمات نفسها من الاعلى ديال الكورنيش، وتدخل البطولي متابعينا الكرام للشاب عبد الحق اللي تلاح عليها من الفوق متابعينا الكرام واعتقها. اذا الحمد لله الشابه مازال على قيد الحياه متابعينا الكرام، فقط مصابه بعده كسور على مستوى الرجل ديالها. دعواتكم متابعينا الكرام على انه يعني يتم الانقاذ ديالها، يعني معدات اللي بدائيه، معدات قديمه، معدات اللي كانت كتستعمل في العصر الحجري، سلوم ديال القنب متابعينا الكرام. رجال الوقايه المدنيه كيحاولوا انهم يقوموا بالانقاذ ديالها بعد ما تلاح عليها يعني الشاب عبد الحق من الفوق وقام بالانقاذ ديالها. اذا رجال الوقايه المدنيه كيستعنوا فقط بعض القنانيب كيف كيقولوا المغاربه. اذا نشوفوا هذه المعدات اللي كيستعملوها رجال الوقايه المدنيه من اجل الانقاذ. ولكن الطريقه اللي تم الانقاذ بها هذه الشابه واللي تنعتبروها بطريقه غير لائقه، يعني طلعوها بقنب والشابه مهرسه متابعينا الكرام من الرجل ديالها وتتغوت، فكنعتبروها بطريقه غير لائقه متابعينا الكرام. عيبين عيبات الله. كيفاش طلعوا هاد الشاب؟ عاود لينا خويا، انت حضرتي ياك، انت كنتي معاونهم، عاود لينا شنو اللي وقع. السيده كانت في الماء لتحت، وحتى اللي جا غيعتقها بقاو كيضربوا فيه الجراف، اللي غيعتقها مسكين بقاو كيضربوا فيه الجراف. عبد الحق مسكين تكرفت. عبد الحق دخل خدمه مسكين باش يجبدها. الدريه هذه ضربت في الماء وضربت في البر بجوج، ضربت لتحت ضربت لفوق. واش من دوله واش جابوا لها قروه، خرجوا لها اللعيبه طلعوها ساهله. رفيعه غتنزل حتى لعندها ديال 20 طون ديال 10 طون، خرج لها الراس طلع الدريه مرتاحه.